تخيل ان فيفا غطت 64,000 كرسي بلزق. الملاعب اللي بيتلعب عليها كاس العالم السنه دي ماضيه عقود بملايين الدولارات مع البراندات عشان خاطر البراندات تحط اسمها على الاستاد. بس فيفا عندها قاعده واحده بس: لو انت مش سبونسر عندنا يبقى بيتك بيتك يا معلم، اسمك ده انا مش عايز اشوفه تاني على الاستاد ده. وقرروا ان هم يغيروا كل اسامي الاستادات اللي عليها اسامي براندات. يعني مثلا جيلت ستاديوم بقى بوستن ستاديوم، مرسيدس بنز ستاديوم بقى اتلانتا ستاديوم، وليفايس ستاديوم بقى سان فرانسيسكو باي اريا ستاديوم. ماشي يا سيدي، خلاص براحتك. بس المشكله ان الموضوع ما وصلش لكده وبس، لا، استاد جيلت عليه اللوجو بتاع جيلت على كل كرسي موجود في الاستاد. فيفا جابت عمال وخلتهم يغطوا كل لوجو موجود على كل كرسي بلزق ازرق، وعدد الكراسي كان 64,146 كرسي، كل ده علشان يخفوا براند شفرات حلاقه. وهنا بقى جت اللحظه اللي انهارت فيها خطه فيفا بالكامل. ليفايس نشرت على انستجرام فيديو للاسم بتاعهم وهو متغطي على الاستاد، وكانوا كاتبين في الكابشن: اهلا بالعالم في ملعب ريداكتد، يعني محجوب الجميل. وغيروا صوره البروفايل بصوره للشعار بتاع ليفايس وهم مغطيينه. بس الحاجه اللي ما كانوش متوقعينها ان الشعار يفضل فعلا ظاهر، لان شكل اللوجو بتاع ليفايس فعلا مميز. فحتى بعد ما اتغطى الناس فضلت عارفاه، وده لفت انتباه الناس اكتر للوجو. وبعدها بقى جيلت عملت حركه اصيع من ليفايس، بدل ما يغطوا اللوجو بتاعهم بحاجه شبه القماش عادي، لا، غطوه بحاجه شبه الفوم. انا غطيت الاسم زي ما انت قلت لي بالظبط، شلت جيلت وحطيت الفوم، يعني محدش هيعرف حاجه. يا عيني فيفا صرفت ملايين علشان خاطر تحمي السبونسرز بتوعها، بس جيلت وليفايس بحركه بسيطه جدا بقوا هم اكتر البراندات المشهوره خلال فتره كاس العالم لحد دلوقتي. وبدل ما يغطوا اساميهم عشان الناس ما تشوفهاش، خلوا البراندات دي اساميها محدش يقدر ينساها ابدا. بس الحاجه اللي بفكر فيها دلوقتي، لو براند سندوتشات ولا براند برجر ولا براند اي حاجه، تفتكر هيغطي اسم البراند بتاعه ازاي؟